الحراق مش طعم، ده مجرد إحساس. اللي بيحصل إن الأكل الحراق عموما بيبقى فيه مواد مهيجة للأعصاب، زي مثلا الكابسيسين في الشطة والفلفل الحراق. والمواد دي مش بتشتغل على براعم التذوق زي الحلو والحادق، لا دي بتروح مباشرة للأعصاب اللي بتحس بالحرارة والألم. يعني باختصار، أنت مش بتدوق الحراق لأن مخك مش بيستقبلها كطعم، ولكن بيستقبلها كإشارة ألم وحرارة. وعشان كده جسمك بيقراها كتهديد، فتلاقي نفسك حرقت وعينيك دمعت واللعاب بيزيد، وساعات كمان يخلي من خلالك تسيل وتحس بالدوخه. وكل ده ان جسمك فهم الاحساس الحراق ده بان في حاجه مؤذيه دخلت جسمك. وده بقى يمكن اغرب جزء في الحكايه، ان البشر بدل ما يهربوا من الاحساس ده حبوه. ويمكن واحد من اسباب المحبه دي ان الاكل الحراق بيخلي الجسم يفرز اندروفين ودوبامين، هرمونات الراحه والسعاده، وبيشغل احساس المكافاه عند بعض الناس، فيتحول الوجع البسيط ده لنوع من المتعه والسعاده. ويمكن كمان البشر حبوا الحراق لانه بيزود حضور الاكل، بيخلي الطعم اجرأ واوضح واصعب انه يتنسي. يعني مثلا الكشري من غير شطه حلو، بس اول ما الشطه دي تدخل تحس ان الطبق كله بقى في حته تانية خالص. ونفس الفكره برضه في الخليج مع الكبسه بالدقوس الحار. والقصه هنا مش مجرد حراره زياده، ولكن احساس ان النكهه بقت اقوى واوضح. والحكايه دي قديمه جدا، من بدري البشر كانوا مقدرين الاكل الحراق. عشان كده الفلفل الاسود مثلا بقى واحد من اقدم واهم التوابل في التاريخ، وخرج من سواحل الهند ووصل لاسواق الرومان في القرن الاول والثاني الميلادي بكميات كبيره. وبمرور الوقت بقت التوابل الحراقه جزء من تجاره ضخمه حركت طرق وسفن واسواق بين الشرق والغرب. ده لوحده يقول لك ان احساس الحراق ما كانش مجرد اضافه على الاكل، ده كان جزء من قيمه الاكل نفسه. اما الفلفل الحراق اللي احنا عارفينه النهارده، فده دخل لحكايه الاكل العالميه متاخر نسبيا، لان اصله من الامريكتين، والاوروبيين ما عرفوهوش الا بعد اكتشاف كولومبوس للعالم الجديد سنه 1492. وبعدها بدأ يخرج من هناك للعالم القديم، ومن وقتها انتشر بسرعة في أوروبا ثم دخل آسيا وأفريقيا لحد ما بقى بعد كام قرن جزء طبيعي جدا من مطابخ كاملة، مع انه في الاصل ما كانش منها. وطبعا زي اي احساس قوي، مش كل الناس جسمها بيستقبله بنفس الشكل، خلي بالكم. وفي النهاية الحراق فعلا مش طعم، ده واحد من اوقع الامثلة ان الانسان مش بياكل بس عشان يعيش ويشبع، احيانا هو بياكل عشان يستمتع ويغامر، ولو مغامرة تحت الستارة. انتوا بقى بتحبوا الحراق ولا لا؟ انا شخصيا ماليش فيه.